ما هو اللي فيه مخ وراس عمره ما يحتاس. ليه يا ساره؟ يعني ايه يا جماعه الكيلو يوصل 300 و290 جنيه؟ مش هروح اخد كارد انا وجوزي عشان نجيب السمنه بتاعه الحلويات عشان نعملها في رمضان، وعشان عزايم رمضان كمان نطبخ بيها، ولا كمان نعمل الكحك والبسكوت. مش هروح اخد كارد يا جماعه عشان اجيب من الفلاحين وبيوتهم. اتصلت بالمزرعه وطلبت جمله ليا انا واخواتي. جبت كيلو الزبده الجاموسي ب 160، وجبت كيلو الزبده البقري ب 150. وطبعا في جزء من اخواتي ما بيعرفوش يسيحوا الزبده، جبت لهم السمنه المتسيحه البرطمان ده ب 190. يا جماعة الأسعار بتاعت السمنة البلدي اللي بنجيبها من بيوت الفلاحين وصلت 300 و290 جنيه. طبعا خراب بيوت للحلويات في رمضان وكمان العزايم والكحك والبسكوت كتير قوي. تمام. الناس كتيرة قوي بتخاف من سمنة المزارع. لا يا جماعة، سمنة المزارع كويسة جدا، ارحم من ان انتي تشتري الزبدة الصفرا المضروبة اللي بتتباع في السوبر ماركت، وبتلاقيها بتنشف لك العجين وبتبوظ لك الحلويات وبتطلع الاكل طعمه مش حلو. ده غير السمنة المهدرجة، انا ما بحبهاش خالص اللي هي بتتباع في السوبر ماركت. فانا اتصلت بالمزرعة، جبت دي حنينة وسعرها على قد الايد. ايه الفرق ما بين الزبده المزارع والزبده عند البيوت الفلاحي؟ هقول لكم يا بنات. كل بيت في البيوت الفلاحي عندها جاموسه جاموستين بالكتير، فاللبن اللي بيطلع يا دوبك ياخدوه ويطلعوا منه مثلا كيلو زبده ويطلعوا الباقي جبنه قريش. فهي بالنسبه لها المرعى بتاعتها او الاكل بتاعها غالي، غير المزارع الكبيره اللي بتطلع كميه البان ضخم. بياخدوا الالبان دي يعملوا جميع انواع الجبن، الموتزاريلا وكل الجبن اللي تخطر على بالك. فبالتالي بيطلع من كميه اللبن دي زبده، وبتبقى اسمها زبده مزارع. هي زبده بلدي بس بتبقى زبده مزارع، اللي هي البهايم او الجاموس والبقر بياكل العلف. فبتفرق عن البهايم اللي بتاكل بقى البرسيم واختلاف المرعى يعني. فعشان كده بتبقى اوفر شويه عن بيوت الفلاحين. طيب انا ايه اللي يجبرني اروح اجيبها ب 300 جنيه عشان اعمل حلويات رمضان واعمل الكحك والبسكوت؟ وانتوا عارفين الكحك والبسكوت عايز زبده نظيفه وعايز سمنه نظيفه. ده غير ان حلويات رمضان بقى الكنافه وكل الحلويات ولا العزايم عايزين نجيب زبده نظيفه. اتصلت بمزرعه الدار واشتريت منهم زبده الدار والسمنه البلدي بتاعت الدار. هتفرق معايا قوي طبعا لما اجيب الكيلو ب 160 من الزبده الجاموسي واجيب الكيلو ب 150. ارحم ما اروح اجيب العلب الصناعي، احسن ما اروح اشتري علب السمنه المهدرجه من السوبر ماركت وبتبقى اقل من دي حاجه بسيطه. فعايزه اقول لكم ان مزرعه الدار عامله زبده الدار وعامله سمنه الدار. يعني انت عايزه تشتري سمنه متسيحه جاهزه وعايزه تشتري زبده، تعالى اوريكي بقى كيلو السمنه المزارع اهي. دي سمنه متسيحه البرطمان ده ب 190. بصوا الله ريحتها تحفه. بصوا كده الترميله دي اسمها زبده الدار على اسم المزرعه، هي مزرعه الدار. ودي الزبده اللي هم بيعملوها والسمنه. بصوا انا هوريكم السمنه. بصوا بصوا شكلها مخرزه ازاي. بصوا بصوا تحفه. ده البرطمان كيلو ب 190. اعملي بقى الكحك واعملي البسكوت واعملي حلويات رمضان. اصلك حرام يا جماعه نجيبها ب 300 بصراحه كتير قوي 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 يعني. هوريكي بقى البقري ام 180. ارحم يا جماعه من السمنه المهدرجه اللي بتتباع في السوبر ماركت. بصوا كده، بصوا البقري، بصوا شكلها عامل ازاي. ده ب 180. واخواتي انا جبت انا واخواتي ومراتات اخواتي اللهم بارك بنجيب مره واحده. واللي ما بيعرفش يسيح جايباله السمنه متسيحه، بس انا بحب اسيحها بنفسي عشان اكل المرطه. و انا السمنه بتاعتي هسيحها وافضيها معاكم. وطبعا مش هسيحها كلها لاني انا هخلي الزبده البقري عشان اعمل بيها البسكوت بالزبده واعمل البيتي فور واعمل البسكوت البرتقان والبسكوت النشادر. لازم يبقى فيه زبده. والغريبه والكحك والقراقيش لازم نستخدم لها سمنه متسيحه. تعالى اوريكي بقى شكل الزبده. والله يا جماعه زي الفل. انا بالنسبه لي لما اجيبها بالسعر ده ارحم
من العلب الصفيح المهدرجه. بصوا كده، دي الزبده البقري، بصوا لونها فاتح ازاي. دي الزبده البقري، بصوا هي فكه طبعا لانها جايه لي من الصبح. بصوا اهي، دي الزبده الكيلو ب 150 اهي، زي الفل زي الفل، احسن من اللي بتروحي تجيبيها من السوبر ماركت وكلها زيت نخيل. عايزه تجيبي فلاحي جيبي فلاحي، بس استحاله نقدر نجيب كميه نعمل الكحك والبسكوت ونعمل الحلويات ونطبخ بيها، فدي بالنسبه لي موفره لست البيت. والله طعمها تحفه، والله طعمها تحفه. دي البقري. تعالوا نشوف الجمسي. خلي البقري هنا، والله العظيم تحفه، طعمها تحفه يا بنات، اقسم بالله. بصوا ادي الجمسي، بصوا اهي الكيلو ب 160. بصي كده، والله العظيم جميله. بصي والله حلوه. انا بالنسبه لي عشان اعمل الحلويات والكحك والبسكوت واسد على عزايم رمضان، انا بالنسبه لي الزبده والسمنه بتاعه المزارع او فري، وهي بلدي برضو يا جماعه. سيحت الزبدة يا بنات، اللهم بارك، ريحتها وطعمها حلوة موفرة. طبعا الناس اللي بتحب الزبدة بتاعت الفلاحين يا جماعة وقادرة تشتري 300 جنيه تشتريها. دي زبدة في متناول الجميع، أحسن ما نشتري الحاجات المهدرجة اللي في السوبر ماركت والزبدة المهدرجة اللي في السوبر ماركت. أنا عايزة أقول لكم الزبدة اليوزولاندي أصلا بقت ب 400 وكسور، وبقوا يغشوها وبيبيعوا زبدة صفراء مهدرجة. فدي معمولة في مزرعة وفلاحي، تمام، وفي نفس الوقت يعني سعرها حنين، حلوة بقى للكحك والبسكوت والحلويات. اللهم بارك، يعني انا مجرباها بتطري الكحك والبسكوت ما بتنشفوش. انا عايزه اقول لكم ان انا في مره جبت زبده صفرا من السوبر ماركت بوظت لي العجين، والله تحفه وعلى قد الايد، حلوه للعزايم.